بعد اداء احسن لمنتخب مصر قدر يتعادل بعد فوزه على بوركينا فاسو قدام منتخب غينيا بيساو مع الكابتن حسام حسن، نتيجه الى حد ما معقوله واداء اتحسن بشكل كبير جدا، وحسام حسن ضيع فوز سهل جدا من ايده. هقول لك ليه في حلقه جديده مع الباش لعيب دلوقتي. بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيك عزيزي المشاهد، وقبل ما نبدأ حلقتنا لازم كلنا نصلي على خير الأنام سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، وما ننساش إخواتنا في غزة من دعائنا، ربنا ينصرهم بإذن الله نصر عزيز مقتدر. ولو عجبتك الحلقة تدعمنا بشير ولايك للفيديو وكمان سبسكرايب للقناة، ويلا بينا. الكابتن حسام حسن غير طريقة لعبه تماما قدام غينيا بيساو عن طريقة لعبه قدام بوركينا فاسو. كابتن حسام حسن لعب بطريقة لعب 4-2-3-1 ب2 في نص الملعب كارتكاز، هم حمدي فتحي ومروان عطية، وقدامهم صانع العاب او شادو سترايكر هو محمد صلاح، وعلى اليمين زيزو، وعلى الشمال تريزيجيه، وقدامهم مصطفى محمد اللي خرج مصاب ونزل مكانه احمد امين اوف. محمد صلاح كان دوره ان هو يميل شويه ناحيه اليمين مع احمد سيد زيزو، واحمد سيد زيزو يقوم بادوار مركبه ما بين الجناح اليمين وما بين اللاعب نمره 8 في الملعب. واعتمد كمان الكابتن حسام حسن على انه هو يطير الاطراف بتاعته، سواء اليمين محمد هاني او الشمال محمد حمدي، والاثنين الستة كانوا بيقوموا بادوار تانية اللي هي صناعة وبناء اللعب من تحت مع الاثنين المدافعين. يعني كنا بنشوف حمدي فتحي بينزل كمدافع ثالث جنب محمد عبد المنعم ورامي ربيعة عشان خاطر يبني الهجمة من تحت، وكمان كنا بنشوف مروان عطية ساعات هو اللي بينزل مكان حمدي فتحي، وساعات كنا بنشوف الاثنين. وهنا كانت المشكلة عند الكابتن حسام حسن، المشكلة كانت في الربط ما بين خط الدفاع وخط الهجوم، واللاعب او الاثنين لعيبة او خط النص اللي مفروض ان هو ادواره ان هو يلعب في المسافات البينية والمسافات اللي ورا خط نص وما بين خط نص وخط دفاع منتخب غينيا بيساو ما كانتش موجودة تماما. يعني كنا بنشوف المنتخب خطين، خط اللي هو فيه مروان عطية وحمدي فتحي ومعاهم كمان محمد عبد المنعم ورامي ربيعة، وخط قدام فيه محمد صلاح وزيزو ومحمد هاني وتريزيجيه ومحمد حمدي وكل الناس كلها على خط واحد هناك. فكانت النتيجة ان انت بنستحوذ على الكورة لكن مش قادر تبني هجمة، مش قادر تصنع لعب على الارض، وكنت بتعتمد دايما على الكور الطويله. وده اللي حصل في الشوط الاولاني، خلاك مالكش اي شكل هجومي، استحواذ على الكوره سلبي خالص. كنا رمينا كلمه كده في نص الكلام ان احمد سيد زيزو بيقوم بادوار لاعب مركز 8، ان كان هو بيميل اكتر ان هو يبقى وينج. وهنا برضو مشكله احمد زيزو مظلوم في القصه دي، ان هو اتحط في مركز 8 عشان خاطر وجود محمد صلاح. احمد لاعب خط، لاعب بيلعب على الخط، لاعب وينج يلعب على الخط يقدم لك اداء عالي جدا، لكن انت تحشره وسط الزحمه ومطلوب منه ان هو يستلم ويسلم الكوره او ان هو يباصي كي باص توصلك بالجون من نص الملعب، ممكن يعملها مره اتنين، لكن ده يبقى دايما عنده ان هو عنده اولويه زي مثلا قفشه او زي امام عاشور او زي ناصر ماهر او زي عبد الله السعيد. لا طبعا صعب جدا ان انت تحط زيزو في المكان ده وتطلب منه اداء الناس دي، ظلم كبير جدا لاحمد سيد زيزو. وبرضه اتكلمنا ان طلوع الباكين وطيرانهم خلق مساحه وراهم ما بينهم وما بين الاثنين اللي بيلعبوا وراهم، اللي هم اصبحوا في الحاله دي الاثنين اللي في مركز 6 سواء حمدي فتحي او مروان عطيه. المساحه دي قدر يستغلها لاعيبه غينيا بيساو اللي كانوا بيتميزوا في الشوط الاولاني او طوال المباراه عموما بحاجتين مهمين جدا. اهم حاجه عندهم هي العامل البدني القوي، هم جسمانيا وبدنيا اقوياء جدا، اقوياء البنيه في الالتحامات وفي السرعه، عشان كده اي واحد فيهم تيجي قدام الكوره هوب بيطير على طول ما بيشوفش قدامه، وده خلق خطوره جدا من على الاطراف بالنسبه لمنتخب مصر. وده اللي تميز فيه اتنين لعيبه مهمين جدا في منتخب غينيا بيساو، لاعب فاركو جيفرسون انكادا ولاعب ليون الفرنسي ماما بالدي. الاتنين دول كانوا مهمين جدا في نقل اللعب من خط دفاع منتخب غينيا بيساو للمناطق الهجوميه لمنتخب مصر،
واللعب كان اغلبه عشوائي، منتخب ما يرتقيش حتى المنتخب بوركينا فاسو اللي عنده لعب على الارض وعنده كوره وعنده لمسات في نص الملعب وعلى الاطراف، وكان بيشكل عليه خطوره حتى وانت في ملعبك على استاد القاهره. لا، منتخب هليهلي خالص على الله، بيعتمد على الكور الطويله وان هو يلتحم بدنيا وجسمانيا قوي في الالتحامات، ويقدر ان هو يقطع منك الكوره بالطريقه دي، والسرعات بقى ويجري يولي وانا هولي وراه. دي القصه كلها، وعن طريق لعبه عشوائيه بالمره. طبعا الاخطاء بالجمله من خط دفاع منتخب مصر كلهم عندهم اخطاء، من اول الاثنين اللي بيلعبوا في مركز 6 سواء حمدي فتحي او مروان عطيه، الاثنين اللي بيلعبوا سرد باكات سواء محمد عبد المنعم او رامي ربيعه، الاثنين اللي بيلعبوا باكات برضه اشتركوا في الخطا بتاع الهدف سواء محمد هاني او حتى محمد حمدي. تخيل خط دفاعك بالكامل بيغلط في كوره في منتهى العشوائيه، قدر بالدي ان هو يلعبها 1-2 ويسجل منها هدف رائع جدا لمنتخب غينيا بيساو، خلاه يبقى ليد عليك ومخلص الشوط الاولاني كسبان 1-0. ابرز المتفائلين لمنتخب مصر ما كانش يتوقع اللي هيحصل الشوط الثاني، خاصه بعد المستوى اللي شفناه قدام بوركينا فاسو في الشوط الثاني. اللي حصل مع حسام حسن انه عمل تبديله ذكيه وضروريه. ليه ضروريه؟ ان هو نزل امام عاشور اللي كان فعلا نص الملعب بتاع منتخب مصر محتاجه جدا عشان خاطر يملى المساحات البينيه اللي احنا اتكلمنا عليها في الشوط الاولاني، ويلعب في المسافه ما بين خط دفاع منتخب غينيا بيساو وخط نصه، ويقدر ان هو ينقل الفريق على الارض مش كور طويله وخلاص. دي الضروره. لكن الذكاء بقى في ان هو يطلع محمد هاني ويلعب احمد سيد زيزو. فهنا استغليت احمد سيد زيزو كباك يمين بيزيد على طول، مهارته عاليه جدا على الطرف زي ما قلنا، قدم مباراه رائعه جدا هجوميا، وكان بيغطي وراه بنفس الطريقه زي ما عمل في الشوط الاولاني مروان عطيه. حلو جدا جدا جدا، وتبديله ذكيه وممتازه. وقدر في الدقيقه 70 منتخب مصر يحصد ثمار التبديله دي بعد اداء رائع جدا ومراوغه مهمه جدا لمحمد صلاح اللي اخيرا اتحط في مكانه. محمد صلاح بيلعب في الوينج، لكن ان انت تحشره كراس حربه تاني، او ان انت تحطه كصانع العاب، او ان انت تحطه كشادو سترايكر، او ان انت تحطه كمهاجم اساسي، ده ظلم برضه لمحمد صلاح وبيقلل كتير من امكانياته وقدراته. واول كوره بتجيله في المساحه اللي هو متعود يلعب فيها مع ليفربول قدر ان هو يسجل منها هدف وضيع كمان جون، وامام ضيع كمان جون. يعني انت صنعت 3 اهداف في تقريبا تلت ساعه من الشوط الاولاني، سجلت هدف وضيعت كورتين. ده كله بتبديله واحده بس عملها الكابتن حسام حسن، ان هو رجع تقريبا كل لعيب بيلعب في مكانه، بس ما عملش حاجه اكتر من كده. ومن هنا كانت قدامك الفرصه ان انت تزود الغله وتسجل الثاني والثالث، لكن فوجئنا بالمنتخب بيتراجع، رغم ان واضح قوي من الفريق اللي قدامك ان هو ابتدى يستسلم دفاعيا. فريق عنده مشاكل واضحه جدا من الضغط العالي اللي كان بيعمله منتخب مصر، خاصه في الاثنين المساكين اللي عندهم مشاكل في ان هم يطلعوا بالهجمه من تحت لو انت ضغطت عليهم ضغط عالي ومتقدم. ومن هنا كانت في اكتر من فرصه ان منتخب مصر يسجل الهدف الثاني وما قدرش، نتيجه لاكتر من حاجه. اولا في لعيبه كتير فكرت في نفسها على حساب الفرقه، في لعيبه كانت بتفكر ان هي تدور على محمد صلاح اكتر من ان هي تدور على اللعيب اللي قدامه فرصه ان هو يسجل هدف. شفنا اكتر من كوره كان ممكن يبقى فيها هدف تاني قبل نزول ناصر ماهر، اللي انا شايف انه اتاخر كتير قوي نزوله من الكابتن حسام حسن، اللي واضح قوي ان هو قلق وخاف لو جرأ بعد الجون الاولاني، خاصه بعد التغييرات اللي عملها منتخب غينيا بيساو. كان ممكن ان انا انزل ناصر ماهر يلعب كنمره 8 جنب امام عاشور، وازود واحد كمان في عنصر الضغط العالي على دفاع منتخب غينيا بيساو. هنا هقدر ان انا استرجع الكره بسرعه، وهقدر ان انا استغل الاخطاء دي في ان انا اسجل الهدف الثاني. لكن هو اخر التبديل قوي قوي، وحتى لما بدله طلع مروان عطيه وساب حمدي فتحي في الملعب، وكان الاولى ان هو يطلع حمدي ويسيب مروان اللي كان بيغطي بشكل ممتاز جدا ورا احمد سيد زيزو. حسام حسن تفوق على نفسه في الشوط الثاني بالنسبه لمنتخب مصر، الا انه خوفه واختياراته في بعض الاماكن السيئه هي اللي خلته يرجع من غينيا بالتعادل مش بالفوز. ان انت تقعد ناصر ماهر على الدكه وانت قدامك فرصه ان انت تبقى ليد على الفريق اللي قدامك
بالضغط العالي وان انت تلعب ب 2-8 بدل 1-8 و2-6، دي كانت ممكن تديك تفوق عددي في نص الملعب، وتقدر ان انت تسجل الجون الثاني والجون الثالث. وشفناها في الفرصه اللي عملها ناصر ماهر في الدقائق القليله قوي اللي لعبها، وخلق فرصه لمحمد صلاح اللي ضيعها بشكل غريب جدا. نقطه مش وحشه، كويسه. كان ممكن ترجع بالثلاث نقط، لكن نقطه مش وحشه. يعني المتفائلين ما كانوش يتوقعوا قوي ان المنتخب يرجع من غينيا بالتعادل، لكن تعادل كويس جدا، خاصه ان انت الماتشات اللي جايه عندك في المجموعه في شهر 3 اللي جاي قدام سيراليون وقدام اثيوبيا. هتطلع بره تلعب اثيوبيا وهتلعب سيراليون في القاهره، والاثنين قدرت ان انت تغلبهم بسهوله جدا. لو غلبت الماتشين بتوع شهر 3 يبقى بنسبه كبيره جدا ضمنت وصولك لنهائيات كاس العالم في المكسيك وامريكا وكندا. وبس دي كانت كل تحليلاتنا وتعليقاتنا عن مباراه منتخب مصر وتعادله قدام منتخب غينيا بيساو. تعادل الى حد ما مش وحش قدام منتخب عشوائي شويه، وان شاء الله باذن الله القادم افضل بالنسبه لمنتخب مصر وللكابتن حسام حسن. ما تنساش عزيزي المشاهد لو عجبتك الحلقه تدعمنا بشير ولايك للفيديو، وكمان سبسكرايب للقناه، واستناني في حلقه جديده مع الباش لعيب، والسلام عليكم.